أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجه لوجه، فيها نتوقف عند مواجهة الدبلوماسية الجزائرية ما وصف بالاختبار الصعب بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب في قضية الصحراء الغربية، فضلا أيضا عما وصفت بعلاقاتها المضطربة مع بعض من جيرانها وفرنسا، ما يدعوها إلى البحث عن نفس جديد وعن إعادة ضبط أهداف السياسة الخارجية الجزائرية وفق ما نقله تقرير لوكالة فرانس بريس عن مراقبين. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة دكتور علي محمد ربيج، أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للعلوم السياسية والنائب في البرلمان الجزائري عن جبهة التحرير الوطني. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة دكتور علي محمد ربيج. السلام عليكم عبد الحكيم، تحية ليك ولضيفك ولكل مشاهديكم الكرام. مرحبا بك، كل الترحيب. وبضيفي من بروكسل سيد صالح حجاب، الناشط الحقوقي والسياسي. سيد صالح حجاب، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. أهلا مرحبا، تحية لك وللضيف ولجميع المشاهدين. مرحبا بكم، كل الترحيب. بعد دعم مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب إذن بشأن الصحراء الغربية، هل يمكن القول بأن الدبلوماسية الجزائرية فعلا أمام اختبار صعب وبحاجة اليوم إلى تجديد نفسها؟ أطرح عليك السؤال أولا سيد صالح حجاب، الناشط الحقوقي والسياسي متحدثا من بروكسل، مرحبا بك من جديد. نعم، يعني الأمور يعني واضحة أمام العيان عندما نشاهد ونتابع كل ما حدث، نشاهد يعني تحليلات كل الدول في العالم أجمع، نرى أن الكل يذهب، أو الأمر يعني واضح أمامنا أن هذا القرار لم يأتي في نفس توجه السلطة الجزائرية، والذي أكده هو المتحدث باسمها السيد بن جامع عندما لم يشارك حتى بالرفض وامتنع عن التصويت، وثم يعني أدلى بحوار بما فيه أن هذا القرار هو يعني مخيب للأمل. للأسف نحن كجزائريين يعني لما رأينا الوزير الخارجية السيد عطاف تكلم وكأنه يتكلم عن قضية أخرى، ويعني قال وأن هناك انتصار ولا يوجد شيء، وهون من الأمور. لهذا أنا أظن أنه نعم هناك مشكل يعني عويص جدا، هناك امتحان، أو هناك حتى أن أستطيع القول أن قضية هذا القرار الذي جاء هو أن إعلان النقاط والنتائج للدبلوماسية الجزائرية تم إعلانها، ولكن للأسف هناك مواجهة بالهروب إلى الأمام أو الإنكار أو محاولة يعني القول أن يعني الأمور يعني هو نجاح. هناك مرات لما نقرأ أو نسمع بعض المسؤولين وكأنهم يتحدثون عن نجاح، وفي نفس الوقت نرى مسؤولين آخرين ينتمون إلى نفس الدولة يمثلون نفس السلطة يقولون العكس. بمعنى هل السياسة الخارجية الآن بحاجة إلى إعادة ضبط أهدافها؟ هذا ما طرحته عليك كسؤال حتى تدافع بشكل أفضل عن مصالح الجزائر على الساحة الدولية. باختصار قبل أن نذهب إلى ضيفي دكتور علي محمد ربيج. نعم، يجب اليوم أن يعني يعاد النظر، يجب اليوم وضع يعني دراسة كل الأمور ودراسة كل الإخفاقات بما فيها قضية إلغاء مالي للاتفاق، قضية عدم الدخول إلى البريكس، هذه قضية التي وصلنا إليها إلى هذا مجلس الأمن. هناك إخفاق، يجب التوقف عن الإنكار، التوقف عن يعني المغالاة ومواصلة يعني السير يعني الهرولة إلى الأمام. يجب وهذا من تجديد جذري وليس حوارات فقط أو يعني حصص أو يعني كلام في الإعلام. طيب، الحاجة إلى تجديد جذري. وهنا أطرح سؤال على ضيفي من الجزائر العاصمة دكتور علي محمد ربيج، نائب في البرلمان الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني. هل من وجهة نظرك أنت فعلا الدبلوماسية الجزائرية تواجه اختبارا صعبا فعلا اليوم؟ هل هي بحاجة إلى نفس جديد، إلى بوصلة جديدة كما يقول مراقبون؟ هل هي بحاجة إلى تقييم نفسها وإلى إعادة ضبط أهداف سياستها الخارجية للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها؟ ومن قال أن الجزائر عبد الحكيم لا تراجع دبلوماسيتها ولا تجدد خطابها ولا تصحح الأخطاء في مساراتها التي تقودها عبر مستويات ومنابر دولية. بالعكس،
نحن كنواب، كطبقة مثقفة، كنخب، كأحزاب سياسية في كثير من الأحيان توجه انتقادات للدبلوماسية الجزائرية، ونجد آذانا صاغية من قبل الدبلوماسية الجزائرية. لكن المسارات التي يريد البعض أننا نصححها وهي المسارات التي ترتبط بالعقيدة الدبلوماسية الجزائرية. عندما أستمع إلى مقدمة عبد الحكيم أن الدبلوماسية الجزائرية بحاجة إلى نفس جديد، فيه اضطرابات، فيه خروقات، فيه مضايقة، وفيه يعني حصار على هذه الدبلوماسية، وهذا غير صحيح. بالنسبة للاختبار الذي مرت به الدبلوماسية الجزائرية، وهذا ليس للدبلوماسية الجزائرية الاختبار، اختبار كان لمجلس الأمن وكان للأمم المتحدة وكان للمواثيق والمعاهدات الدولية. القضية الصحراوية هي ليست قضية جزائرية بامتياز بقدر ما هي قضية شعب يريد تقرير مصيره. لا يمكن أن تنصب الجزائر نفسها مدافع ومحامي رقم واحد على الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي حسب المحكمة الأوروبية الذي يمثله هو جبهة البوليزاريو. الذي حدث في مجلس الأمن خلال هذا التصويت على هذا القرار بامتناع كل من روسيا والصين وباكستان وعدم مشاركة الجزائر، هذه مواقف وهذه معارك دبلوماسية تخوضها الدبلوماسية الجزائرية. لماذا لا نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية طيلة سنتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا الموقف المشرف الذي استطاع أن يعري الوجه الحقيقي للدول الأعضاء الدائمة خاصة الأوروبية منها بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، استعمال الفيتو أكثر من مرة وإحراج هذه الدول عند استعمال الفيتو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. المراجعات موجودة، التصويبات موجودة، لكن الذي يريد منا أننا نراجع دبلوماسيتنا لكي نرتمي في أحضان التطبيع واتفاقيات أبرهة، هذا لن يكون. الذي يريد ويتوقع أو يتمنى أن نتراجع عن دعمنا للقضية الصحراوية والقضية الفلسطينية فهو واهم، لأن هذه الدبلوماسية لا يمثلها فقط السيد عبد المجيد تبون أو السيد أحمد عطاف، بل هي دبلوماسية الشعب الجزائري الذي يعشق الحرية بكل أنواعها. طيب. أنا قلت لك اليوم نحن نسير ونعيش متغيرات دولية صعبة وضاغطة، نعم، ولكن هذا لا يتوقع من أننا ندفع أو نرغم الدبلوماسية الجزائرية أنها تقدم التنازلات، ولن يحدث هذا الأمر، لأن الرئيس عبد المجيد تبون والأحزاب السياسية والبرلمان الجزائري يؤمن بعدالة هذه القضايا. نعم، نراجع مواقفنا في قضايا قد تكون إقليمية وجهوية، نعم، لكن لا يمكن أننا نراجع قضايانا طيب. ومبادئنا التي نستمدها من الثورة الجزائرية، التي هي الثورة الوحيدة في العالم العربي التي استطعنا أننا نفتك سيادتنا من المستدمر الفرنسي. طيب. ولا يمكن أن بعد كل هذه التضحيات نقدم التنازل لهذه الأطراف أو تلك الأطراف. طيب، الدبلوماسية الجزائرية بخير وتراجع نفسها أولا بأول، رغم أن قرار مجلس الأمن يشكل انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية على حد وصف سابينا هاينبرغ الخبيرة في معهد واشنطن، حتى عود إليه سيد صالح حجاب، إلا أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تحديدا في هذا الملف، ملف الصحراء الغربية، يقول أن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية، بالإضافة إلى ما وصفت بأنها نجاحات جزائرية، من ذلك انتخاب الجزائر في مجلس الأمن الدولي عضو غير دائم، خطوات الجزائر لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وفق نفس هذه الخبيرة، طرح الجزائر نفسها بديلا لتوريد الغاز الطبيعي والنفط للدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليص اعتمادها في الطاقة على روسيا وإرسائها علاقات قوية لا سيما مع إيطاليا، والتوقيع في شهر شباط فبراير مع نيجيريا والنيجر اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وغيرها. ضيف يقول لك لا لإرغام الدبلوماسية الجزائرية على تقديم تنازلات، لن يحدث هذا الأمر خاصة إذا ما تعلق الأمر بمبادئها. هل تتفق مع ما ذهب إليه؟ للأسف يعني السلطة الجزائرية تتكلم عن مبادئ الشعب، يعني الشعب يؤمن بها، ولكن هذه المبادئ كانت هناك سلطات من قبل، وتكلم عن سلطات السبعينات والثمانينات، كانت سلطات يعني كما نقول مثل الكلام مثل الفعل. أما اليوم صرنا في تصريحات فقط. عندما يقول الأخ الكريم أن الشعب الجزائري يعشق الحرية، بل يحلم في الحرية في وطن لن يستطيع التنفس فيه. إذا تكلم كلمة أو كتب جملة في الفيسبوك يجد نفسه وراء القضبان.
الشعب الجزائري عندما يتحرر نفسه، عندما يختار ويقرر مصيره، هنا نستطيع الحديث عن تقرير مصير. أما ربط فلسطين مع الصحراء الغربية يا جماعة كفانا مغالطات. الجهد الذي تبذله السلطة الجزائرية مع القضية الصحراوية 1000 مرة أكثر من الجهد الذي تبذله مع القضية الفلسطينية. عندما يقولوا لي بذلنا أشياء عدة، كانت هناك بعض المقالات للسيد بن جامع والصور أخذها. ماذا قامت الجزائر؟ هل قامت برفع دعوة قضائية؟ لم تقم بها. هل قامت بأمور أخرى؟ الجزائر استقبلت الدول التي تسلح إسرائيل، في حين في جهة الصحراء الغربية الجزائر قطعت العلاقة مع إسبانيا بمجرد جملة، قطعت العلاقة أو يعني دخلت في أزمة حادة مع فرنسا بمجرد تصريح فرنسا التي هي دولة مسؤولة سيادية اختارت يعني شأنها قضية أنه عادل أو غير عادل، هذا أمر آخر. أما أننا في جهة نتكلم عندما نقول يجب التحرير 100%، ونفسه السيد الرئيس يقول أن السيد عبد المجيد تبون يقول عاصمتها القدس الشرقية، أنه مع الفلسطينيين يقر أن تكون هناك تقاسم، مع الصحراويين لا يا سيدي. أنا أظن أنه يجب عندما نقول أن هناك مراجعة يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية، ليس فقط بالتصريحات، ليس فقط يعني من محاولة حتى الكلام يعني قالها الأخ الكريم هو محاولة تنصل من جهة ليس إخفاق، ومن جهة لا هو إخفاق المجلس والدول العظمى. هل هناك إخفاق أم لا يوجد إخفاق؟ إذا كان هناك إخفاق، والجزائر هي الدولة الوحيدة التي تحتضن هؤلاء يعني منظمة البوليساريو وتحتضن يعني اللاجئين، وهي التي قامت بمسح الديون من أجل أخذ دعم من فلسطين، هي التي قامت مؤخرا عندما يتكلم عن دبلوماسية يعني هنيهات قبل هذا المجلس اتصل السيد عبد العطاف بالصين وروسيا وفي النهاية لم تؤخذ كلمته بعين الاعتبار. يا جماعة كفانا من يعني هذه المغالاة. هناك أمر يعني عويص، هناك مغالاة، هناك يعني رفض بطريقة غير عقلانية، مما يجبر الجزائر في النهاية تنتهي إلى قبول أمور بطريقة غير مقبولة. هذا ما وصلنا له في هذه القضية، وسنتحدث ممكن فيما بعد في قضية صنصال، ونحن نصلنا أنها سترغم وسترغم. طيب، يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية. أنت تقول أن الجزائر تراجع سياساتها، البعض يعتبر أن الأمر ربما غير كافي، لأنه رغم دكتور علي محمد دربيج سعي الجزائر لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية وبذلت جهودا كبيرة، كثفت حتى من جهودها في الأمم المتحدة بشكل ملحوظ، لأن السياسة الدبلوماسية الجزائرية لها حدود، لهذه السياسة حدود، كما يقول حتى حسن عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف. من أمثلة على ذلك ملف الصحراء الغربية، أمثلة التي ساقها الخبير فشل ترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس في 2023. ويؤكد نفس هذا الخبير على صعيد آخر على أن البلاد اليوم لا يمكن أن تتحمل البقاء في خلاف دائم مع فرنسا، بما معناه وما ذهب إليه ضيفي أن الجزائر بحاجة إلى دبلوماسية عقلانية في هذه المرحلة. كيف ترد على ذلك لو سمحت؟ والله أنت فتحت أكثر من نقاش وأكثر من موضوع حكيم. البريكس، فرنسا، إسبانيا، الصحراء الغربية، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهذه كلها ملفات صحيح لا يمكن أن ننكرها نحن كجزائريين، بأن الجزائر فتحت هذه الملفات تقوم بمدارسة هذه الملفات وبمتابعة مخرجات كل ملف على الحدة، ولكن نحن في بعض الأحيان لا نربط بين هذه المواضيع بشكل مباشر وبشكل وظيفي. ضيفك ربما الآن يربط بين ربما معارضته للنظام السياسي الجزائري، وأنا لا أتكلم على النظام السياسي بقدر ما أتكلم على مؤسسات الدولة، وأنا أقصد ما أقول مؤسسات الدولة الجزائرية، سواء الرئيس الحالي أو حتى الرئيس القادم. يوجد خطوط حمراء لا يمكن أن يتم تجاوزها. الآن هل المطلوب مننا أننا نساير هذه التحولات؟ نعم نساير هذه التحولات، لكن هل هي التحولات التي تدفع نحو التطبيع مع إسرائيل كما طبع المغرب اليوم، والآن يعطى للمغرب هذا الثمن، ثمن التطبيع بهذا الوعد كما كان وعد بلفور لقدمته بريطانيا لإسرائيل لاحتلال فلسطين، احتلال الأراضي الصحراوية؟ الأمر مختلف تماما. أنا نذكرك ونذكر ضيفك الكريم
كريم، بأنه نحن ندرك تماما بأن هذه المواقف قد تجلب للجزائر ضغوطات، وهذا واضح جدا منذ السبعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، ويوجد أطراف تريد أن تساوم الجزائر بأن تقدم تنازلات. ونعطيك فقط حقيقة أنه تصور أن الجزائر لو تقبل أنها تمضي في مسألة التطبيع سيتغير كل هذا الأمر، حتى هذه الحصة لن يسمح لها أن تكون في فرنسا. سيد ربيج، تحديدا في هذه النقطة تحديدا، الرئيس نفسه، أنا يعني ربما يجب أن نتوقف عند هذا. الرئيس نفسه يقول إن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ذات اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة السيادة. هكذا رد الرئيس الجزائري صحيح. على سؤال طرحت عليه صحيفة لوبينيون الفرنسية، بمعنى أن هذا ليس هو الإشكال، يجب مواكبة العصر، يجب التطور، مسايرة التحولات، لأنه هذا هو في مصلحة الجزائر، إنه النتيجة ستكون عكسية. هذا هو القصد وسلبية. وأنا كنائب في البرلمان أقول ما قاله السيد عبد المجيد تبون، أننا مستعدين للدخول في تطبيع مع إسرائيل بشرط واحد، أنها تعترف بدولة فلسطين كاملة السيادة بما فيها أن تكون لها كل مقومات الدولة، جيش. هل تقبل إسرائيل أن يكون هنالك للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية جيشا كامل؟ هل تقبل بأن تكون سيادة على أرض 67؟ هل تقبل بأن تكون القدس عاصمة فلسطين؟ هذه هي شروط الدولة الفلسطينية. إذا قبلت إسرائيل سنقبل نحن كجزائريين وكشعب وكبرلمان بمسألة التطبيع مع إسرائيل. نقطة مهمة عبد الحكيم في 30 ثانية، ضيفك يتكلم على هذه الانتكاسة في القضية الصحراوية وفي القرار الأممي. من عطل خروج هذا القرار لأكثر من مرتين أو ثلاثة عبد الحكيم؟ أليست الجزائر؟ من عطل فكرة إلغاء بعثة المونيورسو التي كان من المفروض أن تكون لمدة 3 أشهر والآن امتدت إلى سنة كاملة؟ أليست الجزائر؟ أليست الجزائر من أقنعت كل من الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت في هذا القرار؟ إذن أليس اليوم مسعد بولس قال بأن هذا القرار لا يعني بأننا قد أسقطنا من حساباتنا مسألة الذهاب إلى التصويت واستفتاء الشعب الصحراوي. هي قضية إقليمية دولية معقدة جدا. نحن بصدد الحديث عن دولة مغربية محتلة توسعية. هذه وجهة نظرك. في المنطقة. وجهة نظرك. لأنه قرار مجلس الأمن الدولي لم يسمح للمغرب باحتلال الصحراء الغربية كما ذهبت إلى ذلك، ولكن فتح باب التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي مع مقترحات أخرى. حتى أعود إلى ضيف وأكون منصف. مع جبهة البوليساريو التي ترفض الجلوس إلى جانب المغرب. جلسة البوليساريو لا يرفض، بل بالعكس رأى في هذا لا يرفض. لا يرفض. تصريح للرئيس البوليساريو الصحراوية رأى في هذا القرار جانبا أننا لن نجلس بحوار مع المغرب لأنه يريد أن يفرض أمر واقع من خلال أنا معلوماتي أنه ربما رأى جوانب إيجابية كثيرة ورأى جوانب إيجابية كثيرة. جبهة البوليساريو رأت جوانب إيجابية كثيرة في هذا القرار. ستجيب لأن الوقت للأسف يداهمنا سيد صالح حجاب، ولكن في سياق حتى علاقات الجزائر الدولية. اليوم شهدنا رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي الذي يقول إنه ثمة إشارات من الجزائر لمعاودة الحوار وإن فرنسا مستعدة لذلك. أطرح السؤال: هل راجعت الجزائر خياراتها بما يتلائم اليوم مع مصالحها؟ باختصار شديد لا تطل لو سمحت، حتى أطرح نفس السؤال على ضيفي في الجانب المقابل. أنا فقط أريد أن أوضح أنا لست هنا مع التطبيع، ولم أفهم لماذا ذهب الأخ الكريم إلى الحديث فقط عن التطبيع. الجزائر نفسها التي تنتقد المغرب من أجل التطبيع تصاحب مصر وتركيا وكل الدول الأخرى المطبعة ولا ترى ضيما في ذلك. هذا يجب أن تكون الأمور واضحة جدا. عندما أجيب وقال أن أظن أن السلطة الجزائرية وصلت اليوم بعد كل هذه الممارسات وصلت إلى أنها مجبرة على إعادة النقاش والتفاوض مع فرنسا والرجوع. والأخ الكريم يتكلم عن برلمان ومؤسسات. أريد أن أسأله أن يجيبنا في هذا الصيف: أين هو مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي الذي كل مرة يخرجونه في عز الأزمة ثم موجود في الرف؟ نعم، أنا أريد أن أقول السلطة الجزائرية اليوم وصلت إلى استعملت كل الأوراق
استعملت أوراق المهاجرين الغير شرعية، رفضت أبنائها. وهذا أنا بالنسبة لي كجزائري هذا إهانة للشعب الجزائري. جزائري رجع إلى وطنه أو أرجع تتقبله. إذا لديك مشكل مع فرنسا يجب عليك أن تضغط بأمور أخرى، لا يجب أن تضغط برؤوس وبالجزائريين. السلطات الفرنسية هذه المرة تفطنت إلى أنه لا يجب قطع التأشيرات على الشعب، بل يجب قطع التأشيرات على الكبار. السلطات الفرنسية فضحت نفسها أنها كانت تقوم بتجاوزات غير يعني مقبولة من يعني ترك أمور عدة للمسؤولين الجزائريين. في المقابل السلطة الجزائرية أيضا ذهبت في نفس السياق وفضحت المستور وقالت أن هناك مكاتب تقريبا مجانية وأمور عدة. لهذا اليوم كانت هناك علاقة ليست مبنية على مبادئ نظيفة من الجهتين. أتمنى هذه المرة من الجهتين ألا تكون فقط الظفر على القمل وإعادة إرجاع العلاقات مع فرنسا، وتبقى المزايا يعني تحت الطاولة لبعض المسؤولين ومن الجهة للشركات أو الاقتصاد الفرنسي. باختصار شديد، بعد عام عن هذه الأزمة، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا لغنيغ يقول إنه تمت إشارات من الجزائر علنية وغير علنية إلى كونها تود استئناف الحوار مع باريس. باريس مستعدة إلى ذلك، كانت دائما كذلك، والآن هي مستعدة لهذا الحوار مع التذكير بمطالبها، هكذا يقول، لا سيما إطلاق سراح مواطنيها. بوعلام صنصال وكريستوف غلاز والرئيس الألماني دخل على الخط يطلب من الرئيس الجزائري العفو عن صنصال ونقله للعلاج في ألمانيا تعبيرا عن روح الإنسانية وبعد النظر السياسي. باختصار شديد لو سمحت، هل المؤشرات إيجابية بهذا الصدد، وهل تؤذن ربما بتغيير في الدبلوماسية الجزائرية من أنها هي نفسها على عهدها ثابتة؟ عبد الحكيم، أنا كنت مريت معك أكثر من حصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية. أنا لست من الذين يدعون إلى قطع العلاقات مع فرنسا. أنا كنت دائما أقول إلى ضرورة مراجعة هذه العلاقات وفق قاعدة الاحترام المتبادل. يجب أننا نذهب إلى طاولة الحوار وفتح كل الملفات، وليس ملفات استثنائية، وليست الملفات فقط التي تريد فرنسا هي من تريد أن تفتحها وترفض فتح الملفات الأخرى، على رأسها ملفات الذاكرة وملفات التاريخ. اليوم العلاقات الجزائرية الفرنسية مرت بامتحان صعب جدا، واستطاع الطرفين أن يساير ويدير هذه الأزمة بطريقة ربما في بعض الأحيان كانت تجاوزت الحدود، خاصة من قبل الطرف الفرنسي الذي تحرش بالجزائر في أكثر من مرة، وربما آخرها عبد الحكيم إلغاء اتفاقية الهجرة 1968 من قبل البرلمان الفرنسي. ليس إلغاء، لا عفوا، فقط هو تنديد وقرار غير ملزم فقط حتى نكون واضحين. طيب، نعم، ولكن التقطنا إشارة إيجابية من قبل الحكومة الفرنسية التي قالت بأنه هذه الاتفاقية يجب أن تخضع لمناقشة لمراجعة. هذا أصلا ما تطالب به حتى الجزائر. طيب، نعم، والإشارة الثانية وهي ذهاب روتايو كوزير داخلية يميني متطرف، وهو الذي قاد هذه الحملة الشرسة ضد الجزائر. اليوم في أجواء، في ظروف ربما تسمح بعودة الحوار، لا أقول العلاقات ولكن عودة الحوار وفتح الحوار والنقاش بين الطرفين وفق قاعدة الاحترام المتبادل. فيما يتعلق ببوعلام صنصال، هذا العميل الذي اتهم من قبل العدالة الجزائرية بأنه عميل لأطراف خارجية، الآن دعني أتكلم حكيم فقط باختصار. الآن فيه مبادرة من قبل الرئيس الألماني الذي طلب من الرئيس عبد المجيد تبون أنه يطلق سراحه. في الأخير قرار العفو هو بيد رئيس الجمهورية وليس بيد الرئيس ساركوزي. إذن اليوم المواطن بوعلام صنصال إذا كان ولا بد من إطلاق سراحه سيطلق وفق قاعدة السيادة ووفق قاعدة أن الرئيس هو فقط من يقرر في إطلاقه من دونه. سيد صالح حجاب، باختصار شديد، صنصال كلمة. نعم، صنصال من الجهة الأوروبية الفرنسية هذا طلب هو طلب انتقائي نفاقي. لماذا لا يطلب يعني إخراج كل معتقلي الرأي ومن بينهم بلغيث وصنصال؟ من جهة السلطة الجزائرية لا يجب أن يخرج صنصال قبل ما يخرج كل الذين كتبوا كلمة في الفيسبوك أو تكلموا وهو في وراء القضبان. يجب أن تكون هناك إنسانية ولكن ليست إنسانية انتقائية. قد تكون لنا فرص أخرى في مرحلة لاحقة للحديث عن ملفات أخرى لأن الوقت انتهى. أشكركم جزيلا الشكر، أسف منكم. دكتور بيج، في 10 ثواني لو سمحت.
مسألة إطلاق المعتقلي الرأي أو اعتقال من يقول رأيه أنا في الجزائر تضمن حرية كل هؤلاء، وأي شخص يعتقل فنحن ضد هذه المسألة. ولهذا لا يجب الربط بين هذين الموضوعين. انتهى الوقت. كل الشكر الجزيل لكم. فقط نوه الآن الجزائر استأنفت علاقاتها الطبيعية مع إسبانيا فقط تعقيب على ما ذهب إليه السيد صالح حجاب منذ لحظات. قد تكون فرصة أخرى للحديث عن علاقات الجزائر مع المغرب وهذه الوساطة الأمريكية، علاقات الجزائر بمالي، علاقات الجزائر بليبيا أيضا في محيطها، وربما مآلات هذه الدبلوماسية الجزائرية، ما الذي يجب على الدبلوماسية الجزائرية أن تقوم به في هذه الملفات تحديدا. كل شكر جزيل لكم.